والنهاردة معانا هنشوف السكوتر الزونتس الام 310 اكبر واحسن واغلى سكوتر. يلا بينا نخش مع بعض الفيديو ونشوف. ازيكم عاملين ايه؟ هنبتدي بسرعه. معانا دلوقتي الزونتس الام 310. زي ما انتم شايفين الواجهه هجوميه رهيبه. في الوش اضاءه ليد، وزي ما انتم شايفين الاضاءه العاليه والواطيه كلهم فولي LED. زي ما انتم شايفين اشارات يمين وشمال، والسكرين الاماميه دي بتطلع وبتنزل متحركه، ودي حاجه ممتازه جدا في الموتوسيكل بالنسبه او للسكوتر بالنسبه للطريق التراب، واحنا عارفين ان الجو حر والتراب دي بتساعدك على السواقه بطريق طويل بثبات. طبعا الفرامل طبعا نازله في السكوتر ده ABS كامل. السكوتر طبعا مجهز بكل تجهيزات الامان الموجوده في السكوتر ده بس، ومفيش حاجه زيه تقريبا في نفس الفئه السعريه. زي ما انتم شايفين كده الفرامل الديسك العادي وجنبيه الديسك بتاع ABS، وزي ما انتم شايفين الكليبر بتاع الفرامل كبير. المساعدين اتنين مقلوبين كبار جدا. زي ما انتم شايفين وجه هجومي جدا، حاجه شبابي ورياضي جدا. السكوتر طبعا بموتور 310 cc. وزي ما انتم شايفين هي الاوبشن حدث ولا حرج. عندنا هنا شاشة 4.5 بوصة ممتازة جدا، وحجم العدادات ممتاز. طبعا بتعمل سكرين ميرورينج وبتعمل بلوتوث وكل حاجة. زي ما انتم شايفين عاملين طبعا الفينش الجمالي الرائع لشركة زونتس، الكتل المضيئة اللي بتديك احساس بالفخامة والرقي، ودي طبعا مرتبطة بالستارت ستوب انجن او الكيلس، المفتاح الوايرلس بتاع الموتور. وعندنا هنا الزرار اللي بيعمل ايكو مود اللي هو بيوفر طبعا دي مساحات تخزين، وهنا دي فيشة الاعطال المرتبطة بالصيانة. طبعا دي بنيجي هنا بنوصل وبنحط التوصيلات اللي موجودة في أجهزة الكشف عن الأعطال اللي موجودة في التوكيل، ودي المفاتيح بتاعة السكوتر. طبعا بتتلبس في بريسلت في الإيد، وده بيخليك أنت شخص حر ما فيش حاجة مسكاك. طبعا ده الديسك التاني أو المكان التاني للتخزين، وده بيتفتحش غير عن طريق فتح السكوتر نفسه. ما بيتفتحش نهائي لو سبت فيه حاجة أمان ما تشغلش بالك بيه. طبعا زي ما انتم شايفين السيت كبير جدا يساع اتنين بحجم كبير وبوزن كبير. الإضاءة الخلفية حاجة في قمة الجمال بطول السكوتر وبعرضه، وإضاءات كلها ليد، الإشارات ليد، الخلفية ليد. طبعا زي ما شايفين حجم بريك الفرامل الخلفي والكليبر الفرامل على كليبر واحد. عندك جاك مان تحفة كبير. طبعا هنا ده الموتور 310 سي بياخد 1.7 لتر، وزي ما انتم شايفين حجمه ممتاز جدا. القوه بتاعته الهورس باور كبيره وعاليه، بنتكلم في 31 هورس باور. الدواسه الخلفيه حاجه بريميوم خالص. زي ما انتم شايفين بندوس بتطلع، بندوس تاني المفروض تثبت، بس انا ما كنتش عارف اثبتها كويس، فزي ما انتم شايفين كده في الفيديو حاولنا نثبتها. احنا هنا عندنا طبعا الشكل العام للسكوتر حاجه كده بريميوم، حاجه كده مميزه جدا، حاجه بتدينا فخامه وشكل محتوى. طبعا عندنا هنا دوسنا على الاوبشن بتاع السكوتر، طبعا طلع لنا ان في انترفيس وكلوك وباك لايت ويونت ولانجوج، اوبشنات كتيره يطول شرحها وانا بنشرحها في فيديو تاني. في النهايه بحب اقول لكم شاكر جدا لمتابعتكم، وبليز لايك وفولو وسبسكرايب، ونتقابل تاني في صفحه مكن اند سكوتر. اخوكم مينا سعد.